واش ممكن تصحى في أبريل وتلقى الغازوال طالع ب2 دراهم؟ السؤال اللي داير ضجة كبيرة في المغرب كامل، والناس ولات كتخاف من أي زيادة جديدة. الواقع هو أن السوق العالمي كيتحرك بسرعة، والمغرب كيتأثر مباشرة حيث كيعتمد على الاستيراد. الحرب بين إيران وإسرائيل ماشي غير حرب عادية، هذه أزمة كتأثر على الطاقة في العالم كامل. أي توتر في هذه المنطقة كيعني ارتفاع في ثمن البترول، وحيث المغرب ما كينتجش البترول، المواطن هو اللي كيتأثر. دابا السؤال الكبير، واش غادي تزاد 2 دراهم؟ الجواب ما كاين حتى إعلان رسمي، ولكن السوق العالمي طالع، شركات التوزيع كتراقب الوضع، وكل شيء ممكن يتبدل في أي لحظة. يعني الاحتمال كاين ولكن ماشي مؤكد. رئيس الحكومة عزيز أخنوش داير تحت ضغط كبير من المواطنين، من بين التحركات دعم مهنيين النقل، مراقبة الأسعار، اجتماعات مع الفاعلين في المجال. ولكن بصراحة بزاف ديال الناس مازال ما مقتنعينش بهذه التدابير. السؤال اللي كيسولو المغاربة، علاش ما كينقصش؟ الأسباب: المغرب كيستورد الطاقة، السوق محرر، ما كاينش تحديد رسمي للثمن، الشركات عندها دور كبير في التسعير، وهنا كيبقى المواطن هو الحلقة الأضعف. الملك محمد السادس في عدة خطابات شدد على حماية القدرة الشرائية، دعم الفئات الهشة، ضرورة تحقيق التوازن الاجتماعي. وهذا الشيء كيبين أن الدولة واعية بالأزمة، ولكن الحلول كتبقى معقدة حيث مرتبطة بالعالم كامل ماشي غير المغرب. السيناريوهات المحتملة: إلى تزابت الحرب غيكون ارتفاع جديد، إلى نقص التوتر ممكن استقرار، إلى تدخلات الدولة بقوة غيكون تخفيف للضغط. يعني الوضع مفتوح على جميع الاحتمالات. دابا نجاوبك بصراحة، الزيادة ممكنة ولكن ماشي مؤكدة. الحكومة كتتحرك ولكن الضغط كبير. الحل الحقيقي مرتبط بالعالم كامل ماشي غير المغرب. وأهم حاجة، خاص المواطن يبقى واعي ويتبع الأخبار من مصادر موثوقة وما يتسرعش في الإشاعات. إلا بغيتي تبقى توصلك الحقيقة بلا تزييف، تابعنا حيث كنجيبوا لك الأخبار بطريقة مفهومة وقريبة ليك. أوكي؟ دابا نزيدك آخر التطورات في الشرق الأوسط اللي مخلين السوق ديال الطاقة في حالة توتر كبيرة. الوضع بين إيران وإسرائيل ما بقاش غير تهديدات سياسية، ولكن ولا فيه تحركات عسكرية مباشرة وغير مباشرة. كاين تبادل للضربات عبر وكلاء، خصوصا في مناطق بحال سوريا والعراق، وهذا الشيء كيخلق خوف كبير عند المستثمرين في السوق ديال النفط. علاش هذا الشيء مهم؟ حيث المنطقة اللي فيها إيران قريبة من مضيق هرمز، وهو واحد من أهم الممرات اللي كيدوز منها البترول في العالم. أي تهديد لهذا الممر كيساوي صدمة كبيرة في السوق العالمي. كاين كذلك تصعيد من طرف الحرس الثوري الإيراني اللي كيدير مناورات عسكرية وكيبعث رسائل مباشرة للغرب، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية، بأن أي تدخل غادي يكون عنده ثمن كبير. من جهة أخرى، إسرائيل كتقول أنها مستعدة لأي مواجهة كبيرة، وكتزيد في تعزيز الدفاعات ديالها، وكتدير ضربات استباقية ضد مواقع كتشوفها تهديد. واش ممكن توسع الحرب؟ نعم، وهذا أخطر سيناريو، حيث إلا دخلت دول أخرى بحال لبنان عبر حزب الله أو حتى اليمن عبر الحوثيين، غادي تولي حرب إقليمية كبيرة. وفي هذه الحالة البترول ممكن يطلع بشكل صاروخي، النقل البحري تعطل، الأسعار عالميا تشتعل، وهذا الشيء كامل كينعكس مباشرة على المغرب. كذلك كاين توتر كبير في العلاقة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، حيث واشنطن كتحاول تضغط بالعقوبات وإيران كتحاول ترد بطرق غير مباشرة. الصين حتى هي داخلة في الصورة. الصين كتعتبر من أكبر المستوردين ديال النفط، وأي اضطراب كيأثر عليها مباشرة، وبالتالي كتدخل في المفاوضات بطريقة غير مباشرة باش تحافظ على الاستقرار. أوروبا كذلك متخوفة، حيث بعد أزمة أوكرانيا أوروبا ولات حساسة بزاف لأي اضطراب في مصادر الطاقة، ودابا أي تصعيد جديد غادي يزيد يعقد الوضع. الخلاصة الكبيرة، العالم كامل مربوط ببعضه. أي شرارة في الشرق الأوسط كتأثر حتى على جيب المواطن المغربي. إلا استمر التوتر، الزيادة واردة. إلا وقع انفراج، ممكن نشوفوا استقرار. ولكن القرار ماشي غير في المغرب، القرار كيتاخذ في السوق العالمي. النصيحة المهمة، ماشي أي خبر تسمعوه تصدقوه. خليكم ديما مع المصادر الموثوقة، وحاولوا تراقبوا السوق بدل الإشاعات. إلا بغيتي تبقى توصلك الحقيقة بلا تزييف، تابعنا حيث كنجيبوا لك الأخبار بطريقة مفهومة وقريبة هيك.